خالي مصر يضرب جوزي قلمين زي ما ضربني قلمين وانا مش عارفه اتصرف ازاي. تعالوا بينا نشوف صاحبه القصه بتحكي وبتقول ايه. انا يتيمه وخالي هو اللي جوزني، واول شهر جواز جوزي ضربني قلمين على حاجه تافهه. غضبت وسبت البيت ورحت عند خالي، ومن ساعتها وخالي رافض يرجعني ليه. ربنا يبارك له خالك يا بنتي والله، الخال ده رزق على فكره. ومن ساعتها وخالي رافض يرجعني ليه الا لما يضربوا قلمين زي ما ضربني. والله راجل والله راجل. وجوزي جاب ناس كتير عشان تحل الموضوع، وخالي راسه ألف سيف لا يضربه، وأنا مش عارفة أعمل إيه، وخاصة إن جوزي بيتحايل عليا أسامحه، وخالي مصمم يضربه وبيقول لي عشان يفكر ألف مرة قبل ما يمد إيده عليكي. المشكلة إن الموضوع اتعقد خالص قوي وداخل في سكة الطلاق. أنا أتصرف إزاي رأيكم لو سمحت؟ أنا شايفة خلي خالك يتصرف، اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. ربنا يا رب يبارك لك في خالك، ربنا يعوضك بيه، واضح ان مالكيش حد غير خالك فربنا يخليهولك يا رب. امشي ورا كلام خالك، صدقيني هو بيعمل لك قيمه وبيعمل لك كرامه، ان شاء الله ما يحصلش طلاق ولا حاجه، بس علشان يتعلم يعمل حدود معاكي بعد كده ويعمل لك الف حساب، ويعرف ان انت ليكي ظهر، لان اللي ملوش ظهر بيتضرب على بطنه. وبرضه مستنيه رايكم في الكومنتات تقولوا لها رايكم.